شعب العماني أخلاق ما بعده أخلاق. اليوم كنت مع أحد الوزراء يقول جاءنا ضيف من أمريكا، جاء من أجل يساهم في إحدى المشاريع، يقول فنظمنا له رحلة إلى جبل الأخضر. يقول واحد ذاهبون اتصل بزوجته، يقول الجماعة يأخذون الآن إلى مكان خالي، مكان فاضي فوق الجبل. لما وصل إلى هناك في الليل اتصل بها مرة أخرى، يقول صدقي الحين أنا نايم في العرى في المكان المكشوف، أستظل، يقول الآن أستظل بالنجوم، النجوم السماء بنجومها، والمكان هادي، المكان آمن، والمكان جميل. زوجة تقول هذا مستحيل، ما في مكان في العالم تستطيع تفعل ذلك. قال وجدت في عمان الأمان، الأمن، الطمأنينة، النظافة، النقاء، الصفاء، الطيب، الكرم، الإحسان، الابتسامة، التواضع، هذه كل من صفات أهل عمان. فلماذا نتنازل عنها؟ فلنثبت عليها بثباتنا بقيمنا وأخلاقنا بمشيئة الله. هذه الأمة تتقدم كما تقدمت سابقا. فإذا هذه الخمسة في متناول الجميع. تتفق معي أن نواظب على ذكر الله قدر الاستطاعة، نعود هذا اللسان على ذكر الله. رقم 2 الاستغفار. رقم 3 الصلوات مع الجماعة. رقم 4 قراءة القرآن. رقم 5 الأخلاق. ائتوا بهذه الخمسة بمشيئة الله سبحانه وتعالى تكون من المقربين، وهذه كلها بجملتها تدخل في كلمة الزينة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أملي كبير وأنا أرى شبابنا وهم يتهافتون إلى المساجد. أملي كبير وأنا أرى الشباب يتبوؤون مكانتهم. أنا أتفاءل وأرى الشباب بجدهم واجتهادهم وبمثابرتهم في طلب العلم وفي العمل الجاد وفي البحث عن الفرص كي يساهموا مساهمة فعالة في خدمة المجتمع.